أنواع زيارة المقابر أربعة أنواع. النوع الأول الزيارة المشروعة المسنونة، وهي زيارة الرجال للمقابر إذا كان القصد منها الاعتبار أو الدعاء للميت ولم تكن بشد رحل، يعني بسفر. كم شرط هذه؟ ثلاثة شروط. أول شيء أن تكون إيش؟ بالرجال. الثاني أن تكون بقصد أحد أمرين، إما أن تعتبر زوروا المقابر نذكركم الآخرة، أو يكون القصد إيش؟ الدعاء للميت. الثالث ألا يكون بشد إيش؟ هذه ثلاث شروط، ثلاثة ضوابط للزيارة الشرعية. اثنين، الزيارة المحرمة، وهي زيارة النساء للقبور. لا يجوز المرأة أن تزور القبور، وإذا أرادت فلتدعو لهم من غير زيارة. النوع الثالث الزيارة البدعية. الزيارة إيش؟ البدعية، وهي زيارة القبور لدعاء الله عندها. يقول بقعة مباركة أروح أدعو ربي عسى الله يستجيب لي في المقبرة، وهذا جهل. اللي بيدعي يدعي ربه في المسجد، هو بيروح المقبرة، لكن هذا فيه وسيلة إلى الشرك. هذا ما هو شرك، هذا بدعة وذريعة إلى الشرك، لأنه قد يوصل إلى دعاء المقبورين. وهو القسم الرابع، وهو الزيارة الشركية. الزيارة إيش؟ الشركية، وهي زيارة القبور لأجل دعاء المقبورين والاستغاثة بالموتى وأصحاب الأضرحة، أو السجود لهم، أو الاعتكاف عند قبورهم لطلب الفيوضات كما يقول الخرافيون. يقولك أعتكف عند قبر سيدي الولي الفلاني أطلب الفيوضات أن يفيض علي، فيعتكفون عند قبورهم كما يعتكفون في بيوت الله جل وعلا. فكل هذا شرك أكبر، كفر يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. ويجب على من يفعل هذا أن يعود إلى التوحيد وأن يتوب إلى الله جل وعلا. ومثل أيضا زيارة هذه القبور للذبح عندها، الذبح عند الأضرحة، ومثله طلب الغوث من أصحابها، ومثله الطواف بهذه القبور تعظيما لها. ولا يجوز الطواف إلا ببيت الله جل وعلا. فهذه أقسام وأنواع زيارة القبور لن تجدوها في كتاب بهذا الوصف.